ازيكي يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. يلا بقى نعمل مع بعض النهارده كيكه الليمون الجميله دي. ماما بقى عاملاها النهارده بطريقه تحفه جدا. يلا نقول المكونات مع بعض. ماما جايبه هنا كوبايتين اتنين ونص من الدقيق، ومعانا هنا هنستخدم خل، ومعانا كوبايه الا ربع من اللبن، ومعانا كوبايه زيت على زبده، ومعانا ربع كوبايه صغيره ليمون، ومعانا 3 بيضات، ومعانا بشر 3 ليمونات، ومعانا كيس كيك شيف، ومعانا كيس فانيليا. طبعا ماما حطت كيس الكيك شيف دلوقتي على الدقيق، ودلوقتي حطت معلقه كبيره من النشا. خلاص دلوقتي بقى بتعمل ماما؟ هتحط هنا ربع معلقه صغيره ملح بدل اللي وقعت دي، سبحان الله. ودلوقتي حطت بشر برضو 3 ليمونات كده برضو على الدقيق، وهتقلب دلوقتي بقى المكونات الجميله دي كلها مع بعضها. الكيكه دي يا جماعه حلوه حلاوه تحفه، تحسي ان هي كيكه ملوكي كده، فخمه فخمه بجد، جميله قوي. كده بقى هنجيب الخلاط. ماما بقى هتحطي فيه ال3 بيضات دلوقتي. خلاص انتوا شايفين؟ جربوا يا جماعه، الكيكايه دي حلوه قوي. حلوه قوي مثلا لو عندك حد، تنفع كمان في اعياد الميلاد جنب الجاتوه جنب التورت، حلوه قوي تحفه بجد. ماما هنا حطت خلاص ال3 بيضات، ودلوقتي هتحط دلوقتي بقى تضربهم في الخلاط. لازم ندوبهم الاول، بعد كده طبعا بما ان في بيض لازم طبعا الفانيليا. حابه بقى تستخدمي فانيليا سايبه او اللي هو كيس الفانيليا ده، براحتك اعملي اللي انت عايزاه. خلاص ماما بقى هتضربهم شويه كده في الخلاط لحد بس نضربه كويس جدا. وبعد كده بقى ماما هتنزل عليه دلوقتي بالكوبايه دي كوبايه يا جماعه زي ما انا قلت لكم، ديت زيت على الزبده. خلاص يعني نص كوبايه زيت ونص كوبايه زبده، بس طبعا ماما بتحط الاول معلقتين 2 كبار من الخل. طبعا انتوا عارفين الخل ده يا جماعه بيبقى زي محسن للكيك كده. خلاص وحطت هنا اهوت الزيت على الزبده. تمام. وهنا بقى كوبايه الا ربع لبن برضو حطيتها عليهم. وهنا بقى ربع كوبايه صغيره كده من الليمون. متستغربوش يا جماعه، كيكه الليمون دي حلوه قوي، جربوها تعجبكم جدا. محدش يقول مثلا ده الليمون كتير، لا خالص. شايفين هنا بقى طبعا ماما بعد ما ضربتهم كويس جدا في الخلاط حطت عليهم على طول بقى كوبايه ونص سكر. وطبعا بقى لازم نضربه بقى في الخلاط كده كويس جدا 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 لحد ما المكونات كلها تتجانس مع بعضها. خلاص اضربوها كده زي قد 5 دقايق كده. ماما بقى هنا حطت الخليط السائل ده بقى على الدقيق وبتحركها بقى دلوقتي. بصوا يا جماعه، خلوا التحريكه بتاعت المضرب بتاعكم في حركه واحده زي ما انتوا شايفين كده. ما بتحركوا يمه واحده بس، ما ينفعش نحركه يمه اليمين ونرجع نحركه يمه شمال، لا خلوه كده يمه واحده زي ما ماما قالت. دايما لازم نخليه يمه واحده. خلاص عشان طبعا باقي البنوتات شوفوا تقول لكم لا اوعوا تعملوا المضرب اللي في الاتجاه العكسي بتاعه. خلاص هنا بقى ماما جابت صينيه، دي صينيه مقاس 26 عملت فيها الكيك دي، وكده بقى بتسويها طبعا. وطبعا بقى يا جماعه هي حطت هنا غلفت الصينيه بشويه زيت او زبده، وحطت عليهم دقيق كده وتعفرهم يعني بدقيق، وبعد كده حطت الخليط، وبعد كده بقى دخلناها درجه حراره. طبعا الكيك عايز نار هاديه. خلاص يعني درجه حراره كده قولوا 180 ولا حاجه بس. وبعد كده بقى طلعت، شايفين الكيك جميل ازاي؟ تحفه جدا وفاتحه من جوه وجميله جميله جدا جدا. شايفينها تبقى عامله ازاي؟ روعه يا جماعه وهشه. وطبعا بقى عشان سايبينها تستوي براحتها، شايفين لونها جميل ازاي؟ شايفين بيبقى لونها فاتح وجميل جدا. خلاص جربوها يا جماعه هتحبوها قوي. كده الفيديو خلص يا حبايبي، تنسوناش بقى في اللايك والاشتراك والكومنت الجميل. مع السلامه.